ونروح بعد كده للمركز السادس لأحد أقوى أفلام الأنمي في 2014 جيوفاني's آيلاند. الفيلم ده بالرغم من انه مظلوم ومش معروف تقريبا الا انه كان بينافس 15 فيلم على جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي. انا مش عارف ايه ده، بس تحس بحاجة فخمة كده. ده غير انه فاز بجائزتين وترشح لجائزتين تانيين. واحداث الفيلم ده عكس احداث انمي المركز اللي فات، من ناحية ان الفيلم ده احداثه بعد الحرب العالمية مباشرة في قرية على شمال اليابان كانت هادية وبعيدة عن الصراع طول فترة الحرب. بس بعد ما الحرب ما انتهت بدت الدنيا تتقلب فيها، بحيث ان الروس احتلوها وبدأوا يطردوا اهلها منها علشان يسكنوها هم. والقصة هتركز مع صاحبنا ده واخوه الصغير اللي كانوا عايشين في هدوء وحياة جميلة والجو ده، وفجأة كده كل حاجة تتغير. ووسط الرعب اللي بيحصل ده هيقابلوا بنت روسية صغيرة ويتصاحبوا عليها ويلعبوا مع بعض والجو ده. والغريب بان البنت تقريبا طول الوقت بتتكلم روسي، والواد واخوه بيتكلموا ياباني عادي، وتلاقيهم بيتفاهموا مع بعض وبيلعبوا مع بعض، تحس انهم فاهمين بعض او ايه مش فاهم. وهتشوف في الفيلم ده لحظات كوميدية وجميلة كتير، وهتشوف لقطات صعبة جدا وتقطع القلب كتير برضه زي قبر اليرعات كده. والفيلم ده عكس معظم الافلام اللي بتتكلم عن الحرب واجواءها، هنا بقى الفيلم بيتكلم عن ما بعد الحرب ومرارة الهزيمة اللي اليابانيين عايشين فيها والمآسي اللي حصلت بعد الحرب. يعني اول مرة اعرف بان اليابان احتلت مناطق منها بعد الحرب. ومن اللقطات اللي شدتني جدا وخلتني اشوفها للاخر الحتة دي لما يدخلوا جنود المدرسة، وبالرغم من انهم ما كانوش عدائيين مع العيال الا ان العيال كانوا مرعوبين، وده ولا حاجة عن اللي حصل فعلا ايامها يعني.